بالتأكيد. كريستيانو. إذا كريستيانو لقد أنجزت المهمة. هذا الكأس ثقيلة جدا. نعم، سأساعدك في حملها، لا بأس. إذا كقائد للفريق، ولكن كذلك كمدرب مساعد في الدقائق الأخيرة. لست مساعد مدرب، ولكن هذا فقط التوتر وروح المجموعة. أنا كنت متوترا جدا في الحقيقة. حاولت أن أساعد قدر المستطاع بكل ما لدي، زملائي، أصدقائي، مدربي كذلك. كنت متوترا جدا لأنني كنت أعرف بأن هذه الإصابة ستمنعني من مواصلة المباراة، ولسوء الحظ خرجت من المباراة مبكرا نوعا ما، ولكن آمنت دائما أن هذا الفريق يستحق الفوز بهذه الكأس في باريس. نعم، في باريس أمام 70,000 مشجع فرنسي و10,000 من البرتغال. ربما هذا ما رأيته تقريبا، لست متأكد من الأرقام ولا أفهم لماذا، ولكن على كل حال الأهم هو الفوز بهذه الكأس. أنا فخور جدا، هذه أول مرة يفوز بها البرتغال كأسا كبيرة وأنا سعيد بذلك. السؤال الأخير كريستيانو لو سمحت، أخبر ملايين الجماهير في العالم العربي، جماهير، كلمة لهم. شكرا جزيلا لكم، كلكم تأتون بالمساندة لي والمساندة للبرتغال، وأنا سعيد وفخور بذلك، وهذه الكأس لكم أيضا. شكرا جزيلا. شكرا لك كريستيانو، شكرا.